بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة موجهة إلى عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من رئيس المنظمة المغربية المتطوعين المسيرة الخضراء ورئيس مؤسسة مبادرة الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، فرع جهة الداخلة والذهب. السيد عزيز غالي، أتوجه إليك بهذه الرسالة بصفة مواطنا مغربيا غيورا على وطنه ورئيسا لمنظمة وطنية تدافع عن الوحدة الترابية للمملكة. السيد غالي، أنت تعيش في المغرب وتبيع الدواء في صيدليتك في قنيطرة، أي أنك تعيش وسط المغاربة وتربح المال من جيوبهم ومن عرقهم وصحتهم، وهذا في حد ذاته ليس عيبا، فالعمل والتجارة مصدر رزق كريم، لكن العيب هو أن تستغل هذا العيش الرغيد وهذا الكسب الوفير في خدمة أجندات معادية لوطنك وفي التشكيك في ثوابته ومقدساته. السيد غالي، إن قضية الصحراء المغربية هي قضية وطنية مقدسة، وهي محل إجماع جميع المغاربة من طنجة إلى القويرة، وقد ضحى أجدادنا وآباؤنا بالغالي والنفيس من أجل استرجاع هذه الأرض الغالية ومن أجل الحفاظ على وحدتنا الترابية. فهل يعقل أن تأتي أنت الذي تعيش بيننا وتأكل من خيراتنا لتطعن في هذا الإجماع الوطني وتشكك في مغربية الصحراء؟ السيد غالي، إن كل درهم تكسبه من صيدليتك وكل درهم يصل إلى جمعيتك هو في نظرنا تضحية أرواح شهدائنا الأبرار الذين سالت دماؤهم الزكية على رمال الصحراء المغربية، وكل امرأة ترملت وكل طفل تيتم وكل آب تمزقت كبده بسبب معارك الصحراء. هم في أعناقنا دين لا يمكن أن نسدده إلا بالدفاع عن وحدة وطننا وبالحفاظ على أرضنا المقدسة. السيد غالي، إن المغاربة الذين يغارون على وطنهم ويرفضون المساس برموزه وتوابته أن يقبلوا بأن يستمر هذا العبث وهذه الخيانة، وإننا ندعو كل مغربي حر ومغربية حرة إلى مقاطعة صيدليتك وإلى مقاطعة جمعيتك، لأن كل درهم ندفعه إليهم هو بمثابة دعم للخيانة وتشجيع على المساس برموز الوطن. عاش المغرب، عاشت الصحراء المغربية، والخزي والعار للخونة. إمضاء رئيس المنظمة المغربية المتطوعين المسيرة الخضراء ورئيس مؤسسة مبادرة الصحراء في مغربها والمغرب في صحراته، فرع جهة الداخلة، محمد عزي. السلام عليكم ورحمة الله.